اللي خلص جميع الانبياء من الموت. وتخيل ويا الامام علي عليه السلام هو اللي نقذ النبي يونس عليه السلام من بطن الحوت. وكالعاده بحلقات اهل البيت عليهم السلام دعموا الادعاء بان الامام علي عليه السلام هو من انقذ النبي يونس من بطن الحوت. هذه الروايه لا تعتبر جزءا من العقائد الاسلاميه الاساسيه، وهي تندرج تحت باب الروايات الضعيفه او الموضوعه. الاسباب التي تجعل هذه الروايه غير موثوقه: غياب النص القرآني. القرآن الكريم هو المصدر الأول والأوثق للإسلام، ولا يوجد أي ذكر في القرآن لصلة بين النبي يونس والإمام علي في هذه القصة. ضعف السند. الروايات التي تذكر هذا الحدث لا تمتلك سندا متصلا بالصحابة والتابعين، مما يضعف مصداقيتها. تضارب مع القصة القرآنية. قصة النبي يونس في القرآن واضحة ومباشرة، ولا توجد فيها أي إشارة إلى تدخل شخصية أخرى في نجاته. السبب الحقيقي لنجاة يونس: القرآن يوضح أن نجاة يونس كانت نتيجة لتوبته واستغفاره لله تعالى. الله هو الذي أخرج يونس من بطن الحوت بعد أن ناداه في الظلمات. الخلاصة: الرواية التي تربط بين نجاة النبي يونس وتدخل الإمام علي هي رواية ضعيفة وغير موثوقة. يجب الاعتماد على المصادر الإسلامية الموثوقة مثل القرآن والسنة النبوية لفهم الأحداث التاريخية والدينية. نصيحة: